السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. زي ما كده كتبت لكم في على المنتدى وعملت استطلاع رأي وقلت لكم تحبوا ان انا اعمل اكلات صعيدي ولا روتين. فكله رشح الروتين، يكون روتين من اول يومي بعمل ايه لغاية ما كده إن شاء الله كده ننهي اليوم. فإن شاء الله نبدأ بالحاجة البسيطة دي. أول حاجة صحيت من النوم، في طبعا ورانا خبيز، فهنعمل ايه؟ نشوف لو في فرش مش معدول نعدله. صحيت ولادي كلهم وعدلنا الفرش بالسريع سريع كده انا وبناتي. وبعد كده انا عشان تعبانه فانا ما بقدرش اعجن اليومين دول، فانا بخلي ايه البنات بتعجن. معايا بنتين ربنا يحفظهم لي يا رب ويبارك لي فيهم، ومعايا ولدين. فبنتي عجنت لي العجين وابني الكبير طلعه لي كده على السطح، لان بيني وما بين السطح انا في الدور الثالث والسطح في الدور السادس، فصعب ان انا او البنات يطلعوه. فانا خليت ابني الكبير كده يطلعهولي. وفي الشمس كان الجو اعزكم الله، الجو نار نار نار. طبعا احنا لسه كده في اول الفيديو. الناس اللي بتقول بننسى نحط اللايك، او اللي ما اشتركش كده وبيتفرج على الفيديو عجبه المحتوى وان شاء الله يعجبكم، بفكركم اللي ما اشتركش يشترك، واللي عجبه الروتين بتاعي حط لنا اللايك اعزكم الله. وان شاء الله باذن الله كده هيعجبكم، لان ايه والله عاملاه وانا كده يعني على اخر كده من الجو حر موت موت، بالذات على السطح كده. وحتى التندة اللي كانت بتضلل كده على الفرن في الخبيز، التندة كده الشمس من شدة الحرارة اكلتها فوجعت التندة خالص. ف يعني مني للشمس على طول، مفيش حاجة تضلل مني على الشمس على طول كده عند الفرن. فحرارة الجو وحرارة الفرن وحرارة الشمس كله مرة واحدة. كنت قاعدة قدام الفرن كنت بشلب مية من كل الناحية، من دماغي فوق من فوق لحد آخر رجلي. الله المستعان. خلصت العجين بتاعي كده وخدت العيش وجري. والله يعني متعودة ان انا بعد ما اخلص خبيز اكنس مكان الردة كده واخدها للطيور، ولا كده انضف مكاني علشان ايه مش انا وحدي في البيت. فنضف مكاني كده مكان الخبيز علشان اسيبه للي بعدي مكان نظيف مش مكان متبهدل. انا متعودة على كده، يعني طالما انتي مش لوحدك في البيت او حتى لوحدك بس معاكي حد تاني في البيت، تنضفي المكان السطح وتسلمي لي اللي بعدك نظيف وكده ومتروج وزي الفل. تمام كده خلصنا العيش وخبزنا العيش والحمد لله. آه عملت ايه؟ شوية شريك، بس طبعا بما ان الجو نار فمش هعمل على السطح، عملته جوه الشقة كده وعملته في فرن البوتاجاز. وزي ما انتوا شايفين بصوا ما شاء الله طالع كده حكاية عسل، نافش كده وخفيف وحلو وطري زي السفنجة بالظبط. هوريهولكم كمان من جوه بصوا مفرغ وحلو ازاي. طبعا ده متكلف، محطوط له لبن رايب، عندك شوية لبن قاطعين، عندك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عندك شوية زبادي، عندك شوية لبن حليب. لو ما عندكش لبن قاطع ولا لبن حليب والكلام ده كله ممكن تجيبي كيس او كيسين لبن بودر، لبن بودرة من اي دكان جنبيكي، او تجيبي كيس حليب بخيره او اللي اسمه بشاير ايا كان النوع ايه. فهنحط ايه حوالي كوباية كبيرة من السكر، وحوالي يعني كده 3 معالق كبار او 4 معالق كبار سمسم. في ناس ما بتحطش في الشريك سمسم، انا بحب احط السمسم. السمسم زي ما قلت لكم في فيديوهات كتير قبل كده اني بيعلي القيمة الغذائية يعني منجم من الكالسيوم. معلقة من السمسم دي لما اتعمل لها أبحاث بتساوي 4 كوبايات من اللبن. فكتري من السمسم ليكي ومن أولادك يعني بشكل حلو كده، علشان ايه بيفيد العظام جدا جدا وبيعلي نسبة الكالسيوم للناس اللي بتعاني من ألم العظام والحاجات دي. حطيت السمسم، حطيت اللبن القاطع اللي معايا، حطيت بيكنج باودر. وبصوا البيكنج باودر كده تفاعل ازاي، وحطيت بصوا اللي لونه بني كده في النص ده خميرة بيرة، خميرة بيرة اهي. حطيت حوالي كده يعني حوالي صباع كده او صباع وحتة من البيرة، فتفته وحطيته. بصوا البيكنج باودر يما حطيته على اللبن الرايب والمكونات فار ازاي.
حطيت هنا حوالي كوباية من السمنة أو كوباية إلا ربع من السمنة، وهزودها حتة زيت صغيرة جدا، بس أنا كده يا دوبك هسيحها تسييح بسيط، مش هسخنها، تسيح تسيح بسيط بسيط، وهحط لها تكملة كده حوالي ربع كوباية من الزيت. وهنزل بقى ايه على المكونات بتاعتي. بعد كده احط شوية، اخلي شوية من السمنة في الاخر، إيه زي ما يقولوا كده، املك بهم العجين في الاخر عشان تبقى ملمسها ناعم وما بتلزقش وكده، وتديني نتيجة حلوة. تمام، انا متعودة في العجن على كده، بدوب المكونات كويس. نقول المكونات تاني: حطيت كوباية كبيرة من السكر، حطيت حوالي 3 معالق او 4 معالق من السمسم، كيس بيكنج باودر، صباع من البيرة الخميرة البيرة او خميرة فورية عندك اللي يريحك. وحطيت ايه تاني، اللهم صل على النبي، كيس بيكنج باودر. تمام، عندي هنا حوالي كيلو ونص او 2 كيلو من الدقيق. يعني هنخلهم او احللهم اغربلهم كويس جدا، علشان ايه؟ لو فيهم تحسبا لاي حاجة، هو دقيق نظيف، هو دقيق قمح ده. فقلت تحسبا علشان ايه يطلع معايا العجينة كده خفيفة وحلوة. عجنت العجينة بتاعتي، وبعد كده ايه جيت في الاخر شوية السمنة اللي قلت لكم عليهم، كنت مخلياهم بأملك او بعجن او بخدم فيهم العجينة في الاخر، يديلي ملمس ناعم وحلو كده. فضل الشريك ما تخليش عجينته طرية كده وسايحة، لا، عشان تعرفي تشكليه يكون العجينة بتاعته متماسكة شوية زي ما انتوا شايفين كده، علشان لما يخمر، طبعا لما بيخمر بيطرى سنة كمان، فتقدري تتحكمي فيه في التشكيل. لكن تحطي تخلي العجينة طرية هتتعبك في التشكيل، هيطلع خفيف في الآخر بعد ما يستوي، بس هيتعبك. بصوا ايدك ما شاء الله، بعد ما عجنته وملكتي فيه كويس واخدته بفم شوية السمنة كفم اخير تمليك كده، وعجن ولت وعجن فيه، بقت العجينة ما شاء الله زي الفل. ايدي نطفت كأني مش عجنة خالص، عجين خالص. بصوا حتة السمنة الفاضلة كده البسيطة، بمسح على وش العجين وباخدها برضو في الجناب علشان ما تلزقش ولا الهوا في المكان ما انا عجنة في الحلة او في الطبق اللي انا عجنة فيه. خلصت كده وغلفته بالسمنة فوق وتحت في كل الجوانب. طبعا اللي لسه ما حطش اللايك يا ريت تحط اللايك، حط اللايك فضلا وليس امرا. جزاكم الله كل خير، ويجعل دعوتي دي يا رب في ميزان حسناتكم، وفي دنيتكم تقف لكم في دنيتكم يا رب. كل اللي يحط لي لايك، وكل اللي يشترك عندي، وكل اللي يفرحني ويكبر بخاطري، ربنا يرزقه رزق الدنيا والآخرة، رزق يتعجب له أهل الدنيا وأهل الأرض، أهل السماء وأهل الأرض. بصوا ما شاء الله، العجينة بتاعتي أهو خمرت وبقت زي الفل، منفوخة وزي الفل. أنا طبعا عملتهم في الطراوة، قلت مش هطلع على السطح ده، أنا فرهدت في شوية عيش، فقلت أعمل شوية الشريك في الطراوة كده، علشان إيه يكون خدت نفسي. طبعا خمر، وجبت الصياد بتاعتي. الصيان دي بصوا بتبقى صفايح، وتوديهم عند حد كده متخصص بيعملهم لك، بيقصهم وبيعمل لهم حصان وبيخليهم زي الفل خالص. حلوين كده كأن صيجان من اللي بتشتريها جاهزة. هي دي بنعملها عندنا في الصعيد، كل الصعيد تلاقي عندهم الصيجان دي. تبقى صفايح بتاعت سمنة، الصفايح الكبيرة بتاعت السمنة، بتوديهم لحد كده متخصص في عمل الصيجان دي، بيقصهم لك ويعدل لك الاحراف بتاعتهم ويخليهم لك زي الفل. طبعا لونهم اسود، اللون الاسود ده مش حاجه وحشه، ده لونهم الاسود ده من كتر ما ايه اتحرقوا في الفرن، يعني ايه خبزت فيهم من كتر ما يعني خبزت، مش اتحرقوا يعني اتحرقوا من كتر ما انا خبزت فيهم، فلونهم كده بيدي اللون الاسود ده كأني زي مجلفن. عارفين اللي الطاسه تيفال كده لما بتبقى لونها اسود كده، بتيجي عليها ماده من طبقة التيفال أو كده، ده من كتر الاستخدام الطبقة السوداء دي بتديها كده زي منع للالتصاق، فبتبقى كده ما بيلزقش فيها أي حاجة خالص، بتبقى حاجة كويسة، دي مش حاجة وحشة. قطعتهم كده بالأشكال دي، اللي قطعته كده على شكل الشريك العادي الشكل اللي شايفينه ده، واللي قطعته كده زي الجرس، واللي قطعته كده زي الضفيرة، أشكال اللي يعجبكم. طبعا أنا عاملة فيديوهات الشريك، أكتر فيديوهات عاملاها في القناة فيديوهات الشريك. ادي كده لفة كده وبصة كده للفيديوهات، هتلاقي كذا فيديو للشريك بعمل التشكيل وكله من الأول والآخر. وأنا هنا برضو جايبه لكم بالتفصيل، بس حتة التقطيع دي وإن أنا أشكل أشكال المعجنات دي ما جبتهاش، لأني ما كنتش حابة إن أنا أقدم حاجة كده متكررة. أنا طبعا حبيت إن أنا أجيب لكم من أول يوم صحيت عملت إيه.
شغلنا القرآن، يعني الكمبيوتر كده وريته لكم كده في الأول، بدأت أشغله كده وأسيب القرآن شغال، وأي حاجة مش معدولة أو مش في مكانها أعدلها في مكانها، على بال إيه ده كنت بنتي بتعجن وأنا عملت الحاجات دي. خلصت العجن بنطلع العجين، طلعنا على السطح قطعنا العيش وسيبناه كده يتشمس، ما كملش نص ساعة، مفيش نص ساعة كده، وطبعا الجو حر والعيش خمر. رصيته في الفرن وبعد كده خدته ونزلت جري من النار اللهم أجرنا من نار الدنيا والآخرة يا رب. الجو حر والجو صعب جدا، فنزلت قلت ايه لأ، أي شغلانة تاني أعملها تحت كده في الطراوة، مش هطلع تاني في السطح. الجو مش مستحملة يعني خالص، الجو آخر فرهدة وآخر درجة حرارة. الواحد يعني أنا من الناس اللي من الجو الحر الصعب ده ما بقدرش أتنفس، بيجيلي ضيق تنفس فبتعب. فايه رأيكم في الروتين ده؟ إيه قبل ما ادخل كده في ان ايه الروتينات والنظام، الروتينات اللي انا حابين ان انا اقدمها لكم. مادة التلميع دي شوية لبن على بضاية بلدي كده صغيرة، حطيتها عليهم وشوية سكر، دوبتهم كويس في بعض، وبالفرشة بدهن وشه كده، بيديكي لمعة حلوة جدا ومن غير زفارة، وكمان تحط لهم ذرة فانيليا، وهتديكي ايه يعني تلميع من الاخر زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. والشريك كان بيلمع وكان شكله جميل جدا، كان شكله يفتح النفس. وريحة الشقة في الوقت ده ريحتها يعني ما شاء الله. خير في البيت، عندك عيش شمس تاكلي بيه اي اكل. احنا بص، الناس اللي بتسأل العيش الشمس بتاكلوا بيه إيه؟ احنا بناكل بيه اي حاجة، اي حاجة. الشريك طبعا ده نعمة وفضل وبركة من عند ربنا، تفطري بيه تتعشي بيه. وقت العصاري طبعا الولاد بدأت الدروس، كوباية شاي أو كوباية شاي بلبن كده في العصاري، أي عيل كده مع قرصيتين كده شريك، يا سلام كده بيصحصحوه كده ونعنشوه وخلوا الدورة الدموية كده تشتغل في جسمه، وصحصح وانتبه لمذاكرته. ما بين بين الوجبات اللي ما بين الظهر والعصر دي او ما بعد العصر، الناس بتبقى عايزة حاجة خفيفة. في وقت العصاري دي كوباية الشاي مع الشركية دي يعني تحفة. بصوا اللي معمول بسكر، انا عملت شوية كده بالسكر، عندي ابن الصغير كده عمرو بيعشق حاجة اسمها الشركة ابو سكر، وعندي برضو ولاد سلفتي. فانا حبيت افرح الاطفال كلها اللي في البيت. ايه رايكم في الروتين ده؟ لو حابين كمان روتين في غسيل المواعين، غسيل البوتاجاز، يوم بيبدأ من أوله لآخره إيه في كل شيء، ترويج تنظيف في المطبخ كده، وحابينه أكتر من الأكلات الصعيدية يعني، أحط لكم الوصفات والأكلات داخل الروتين. عناية ليكم، اكتبوا لي ليه كده في الكومنتات، وأنا إن شاء الله اللي انتوا تطلبوه مني أنا هعمله لكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.